في مرسى مطروح وبعيد عن البحر والزحمة، ناحية المقابر القديمة اللي الناس بتخاف تعدي من قدامها بعد المغرب، في بيت معروف هناك باسم بيت آل منصور. البيت ده كان زمان ملك لعيلة محترمة جدا، بيجوا كل صيف من القاهرة يقضوا الصيف ويرجعوا، لحد ما في صيف 2010 العيلة كلها اختفت. أيوة، اختفوا من غير أي أثر. الباب مقفول، مفاتيحهم جوه، بقايا الأكل على السفرة، مفيش ولا صوت ولا خبر. الشرطة دخلت فتشت وقلبت البيت وملقيوش لا جثة ولا كسر ولا دليل. بس كان في حاجة غريبة، الحيطان كلها كانت متخربشة بخط صغير كأن طفل كاتب على الحيط. بس اللي مكتوب على الحيط حاجة غريبة، مكتوب ارجع ارجع ارجع. في ناس شافتها وقالت انها مكتوبة بالدم. البيت اتقفل بعدها وبقى زي اللعنة، وكل اللي حاول يقرب او يدخل يحصل له حاجة. يعني في مرة واحد كان محتاج فلوس كده، فقال ايه، اروح اشوف اي حاجة هناك ابيعها خردة وهستفاد بفلوسها. ولكن غلطته دخل البيت بالليل علشان محدش يشوفه، فما ظهرش غير تاني يوم الصبح وهو بيزحف في وسط المقابر ومش قادر يتكلم وعينيه مقلوبة وشعره أبيض. بعد سنين جه الحاج رضا الغلبان، راجل بسيط من البحيرة شغال في الخردة. واحد من أهل مطروح قال له، يا عم رضا، في بيت عندنا ورا المقابر ملوش صحاب ومقفول ومحدش بيقرب عليه من زمان، لأن الناس بتقول عليه مسكون يعني، لكن هو مليان حديد، ممكن تبيعه خردة، ولو قدرت تدخله وتلم اللي فيه يبقى ليه نسبة بقى منك. ضحك العم رضا وقال له، يا عم أنا شغلي مع الحديد مش مع الأشباح، قول لي على عنوان البيت. وراح بالليل علشان يشتغل بالراحة من غير دوشة. أول ما وصل حس بحاجة مش مظبوطة كده. الهوا هناك مش زي أي هوا كده، هوا بارد وتحسه طالع من باطن الأرض، ريحة كل تراب ورطوبة. دخل من الباب الخشبي المكسور، كل خطوة كانت بتعمل صدى كأن البيت نفسه بيرحب بيه. وفي اللحظة اللي خطى فيها جوه، الباب وراه اتقفل بقوة. بص وراه ملقاش حد. دخل أوضة في الأرض، بدأ يفك شباك قديم، لقى تحته كام صورة كده للعيلة، الأب والأم والولدين، ووشهم متاكل من الرطوبة. بس في حاجة غريبة، في كل صورة كان في حد خامس، ست واقفة وراهم، عينيها سودة ووشها مش باين، كأن الصوت نفسها مش قادرة توضحها. وأول ما فك أول شباك سمع صوت صرخة ست جاية من فوق، كأن حد بيستغيث، صرخة مرعبة وحادة كأنها بتتسحب بالعافية. العم رضا الغلبان افتكر حد بيتعدى على واحدة فوق، طلع يجري بسرعة على السلم وهو بيزعق، مين هناك؟ في حد؟ بس السلم نفسه كان بيئن تحته والحيطان كلها كأنها بتتنفس. فتح أول أوضة لقاها فاضية، تاني أوضة لقاها مليانة مرايات من أيام زمان مخبشة، والضلمة عاملة فيها شغل عالي. لكن الغريب إن المرايات ما كانتش بتعكس صورته، كان كل مراية بتعرض مشهد. واحدة بتتخنق بجنزير في رقبتها، وطفل مربوط على السرير وبيصرخ، راجل بيولع فيه نار وهو عايش، والست اللي في الصورة كانت بتضحك بصوت بارد. فجأة المرايات كلها اتكسرت مرة واحدة، والإزاز طار في الهواء ورجع اتكوم على الأرض، عمل دايرة حوالين العم رضا، وظهر ورا المرايات باب صغير
شد ناحيته غصب عنه كأنه مسحوب، وهناك لقى أوضة فاضية فيها مراية واحدة بس. بص في المراية شاف نفسه مربوط زي اللي في المشهد، وشاف الست وراه بتقرب ووشها بدأ يظهر كأنه مشوه متاكل، وعينيها بتنقط دم، وشعرها مغطي نص وشها. صحي تاني يوم الصبح هو مرمي في العربية بتاعته قدام البيت، شعره كان أبيض وصوته اختفى من الخوف. كل ما حد يقول له ايه اللي حصل ميقدرش يرد. بص في مرايات العربية وبدأ يكسرها، بس لحد دلوقتي محدش عرف ايه اللي حصل للعيلة دي ولا مين الست اللي وراه. لحد هنا انا خلصت حكايتي، لكن حكايات القناة ما بتخلصش، معانا حكايات كتير واجمل واجمل واجمل. لو حابب النوع ده من القصص تابعنا واعمل اشتراك بالقناة، ولو عجبتك القصة دي اعمل لنا لايك، وما تنساش تعلق وتقول لنا رأيك في القصة علشان نطور المحتوى بناء على رأي حضرتك. سلام.